سلام عليكم. سفاح اللبيني اللي موت الام واطفالها. في واحد جاره بيتكلم بيقول لك ايه عنه؟ حضرتك معاك محمد صباح الجارح، ساكن جنب المجني عليهم، والدكتور فتح على ناصية الشارع عندنا اللي هو يدعي ان المتهم. المتهم اللي هو يدعي ان هو دكتور بيطري. احكي لي بقى، تعرف عنه ايه بالظبط؟ اعرف عنه بكل خير ان هو حد خلوق وانسان، بس كان ظهر منه موقف. جاي انا وابني على المكنه، وبعيد عنه يعني مثلا 50 60 متر، لقيت موقف كده قدام الشارع عندي، حد ماسك عيل عامله منفضه. هو كان بيعتدي على طفل صغير. منفضه بمعنى ان انت مثلا ماسك خداديه بتنفض فيها، واحده يمين واحده شمال حاجه كده، وهوب شلوت لقيت الواد في نص الشارع. انت معايا موقف، انا عن نفسي ما بقدرش امسك نفسي عن حاجه، بس ده عصبني اكتر وبزياده. الفيديو طويل وهلخصه لكم. بيقول لك حد خلوق انسان مظهر غير منه موقف ان هو كان بيضرب طفل صغير عشان بيلعب في البضاعه بتاعته. الحاجه الغريبه او الظاهره اللي تلاقيها مشتركه بين السفاحين، في ظاهره مشتركه بين السفاحين اللي هي خلوق مؤدب، ساعه الصلاه بيقفل المحل ويروح يصلي، بيعامل الناس كويس وصوته هادي وبمنتهى الاحترام. بس الجار لاحظ حاجة، بيقول لك أنا لاحظت إنه هو بيجيب سيرة الناس بحاجات وحشة ما بقعد معاه، وده كان عيب وحرام. إذا في ناس تجار دين، أيوة تجار دين. لو خدنا بالنا من سفاح الجيزة كان نفسه عنده نفس الموضوع، بيصلي وملتزم وخدوم وودود وكل الصفات فيه، كل الصفات اللي تقول ان هو انسان كويس، يعني زي ما بيقولوا كده كامل المواصفات. ففي ناس تاخد الدين والاخلاق ستاره، ستاره وعامله زي الحي عماله كلنا بندور على ناس نثق فيهم. ففي ناس يا جماعه واخده الدين ستاره واخده الاخلاق ستاره، ودول بيصطادوا الناس اللي بتبقى عندها مشاكل. الناس دي الفريسه بتاعتها الناس اللي بيبقى عندها مشاكل، الناس اللي مش بتلاقي حد يسمعها، الناس اللي مش بتلاقي حد يساعدها، هم دول الفريسه بتاعتهم. لما يجي كل الجيران، جيران الست اللي هي زيزي رحمه الله عليها، يقولوا لك ده ست محترمه ومنقبه وولادها في الازهر، وجوزها واهل جوزها، اهل جوزها حماها يشهد لها وجوزها يشهد لها والناس كلها تشهد لها بحسن السلوك. ويجي واحد زي ده يقول لا ده كانت على علاقة بيه، وبرضه يشهدوا له بحسن السلوك وحسن الأخلاق. يعني الناس الغلط مثلا الناس شايفة غلط، ولكن الخفايا لا يعلمها إلا الله. العلاقات الإنسانية دلوقتي مش بقت مكشوفة للناس، في ظاهر وفي خفي. الناس بقى عندها ازدواج في الشخصية دلوقتي، بتعرف تلبس أقنعة. في أغنية لتامر حسني بتقول من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. فعلا الناس ما عدتش تعرف تميز الصح من غلط. الناس كانت الأول بوشين، يقول لك ده بوشين تكشفوا، لا دلوقتي بقوا عاملين زي الحرباء، يتلونوا 100 قناع و100 وش و100 رأي. فبالنسبة للجريمة دي والراجل اللي هو قتل السفاح اللبيني، لأن هو يعتبر سفاح، وإن هو يجيله الجرأة يخلص على الأم. طبعا الأم لسه ما ظهرش عنها أي حاجة، ودي سهل الأم إن يبان كان في علاقة بينها ولا بينه، لأن احنا زي ما عارفين علميا إن المرأة بتفضل محتفظة بعملية المباشرة لمدة 40 يوم أو أكتر من 40 يوم. ده العلم اللي بيقول كده مش أنا. فإذا هو سهل يبان حصلت فيها اعتداءات أو كان في مباشرة ليها أو مش مباشرة، لكن هو يعتبر بني آدم سفاح بكل المقاييس. وحسب ما عرفنا عن الأم إن ما عندهاش حد تروح له، إن الأم أمها متجوزة وأبوها متجوز، وفي البعض قالوا لك لا ده أبوها متوفي. طيب أنت أبوك متوفي وما هي برضو غلطانة، هي مش ملاك. الزوجة اللي اتقتلت دي مش ملاك، ما هي غلطانة، كانت راحت عند بيت أهل جوزها، كانت حاولت تتواصل بحد، ولكن يمكن تكون كانت محتاجة حد يعطف عليها. بس ده مش مبرر، مش مبرر إن هي تاخد بنت صغيرة ما كملتش
15 سنة وتاخدها تبيتها في بيت راجل غريب، مش مبرر انها تاخد اولادها وتروح بيت راجل غريب. لازم نبقى فاهمين كده. الجريمة فيها حاجات ما انكشفتش، ولكن اللي انا عايزة اتكلم فيه ان الناس واخدة الدين ستارة والاخلاق ستارة. يبقى في حذر، في اصول زي ما الدين قال. انا اعتبر ان الست محترمة وان شاء الله تطلع محترمة والتحريات تجيب كده. طب انت رايحة بيت راجل غريب ليه؟ يبقى لك ايه صلتك بيه؟ ازاي ترضي على عيالك يباتوا في بيت راجل غريب؟ وبعدين ده انت عارفاه من 3 شهور، عارفاه من 3 شهور، 3 شهور تروح تقعد في بيته؟ ما هو ده غلط يا جماعة. هي تعرفوا منين اساسا؟ اذا الناس بتقعد مع بعض سنين وما بتعرفش بعض، تكتشف بعد كده شخصيات غير. فهو السبب الاساسي في المأساة اللي كل شوية حوادث قتل 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 وزايدة في الأطفال. ما تعرفش يعني ترامب جه حسدنا قال لك نسبة الجريمة قليلة، حسد مصر كلها والشعب المصري. ولكن السبب الأساسي إن الست ما تمسكتش بدينها وأخلاقها وأصول. راجل غريب ما فيش ست محترمة تتكلم معاه في مشاكل أسرية أو زوجية. يا تعرفوا منين؟ فمفتاح المشكلة هتلاقيه عند الست، هتلاقيه عند الست. هي اللي بتفتح السكة للشيطان لإبليس. مش كل واحدة عندها مشاكل وتروح تفضفض مع واحد. انت عارفة الواحد ده مين؟ انت عارفة بيفكر ازاي؟ ده انت عارفاه من 3 شهور. كانت ايه النتيجة؟ النتيجة 3 أطفال زي القمر، زي القمر، 3 شباب. التوك توك زي ما احنا شايفين كده، الراجل بيرميهم، المجرم ده بيرميهم، اللي هو أحمد اللي هو كان بيقول على نفسه دكتور وهو لا دكتور ولا حاجة. الولد طوله والبنت طوله، يعني شباب في بداية الشباب. كانت دي نتيجة إهمال الأم. أيوة الأم مدانة، الأم مدانة. سيبوكم من العلاقات والكلام ده، دي الطب الشرعي يتكلم فيه. أنا بقول مدانة أخلاقيا، هي تتكلم عن مشاكل خاصة بيها أو بيتها أو تروح عند بيت واحد. وبعدين هو فين الجيران بتوع المتهم؟ أنا سمعت الجراحات بيقول إن الجيران بتوع المتهم بيقولوا إن هم كانوا فاهمين الناس اللي هم متجوزين. هي مش كانت قاعدة في شقة وكان في جيران للمتهم؟ يعني حتى مش شافوها بتنشر، مش شافوا هدوم حريمي بتتنشر خلال 20 يوم ولا الكام يوم. فهي الجريمة غامضة، ولكن الزوجة غلطانة. لازم نفهم. أي واحدة عندها مشاكل مع جوزها، أي واحدة عندها مشاكل عائلية، ما تتكلميش مع واحد غريب. يا ستي اقعدي فضفضي مع ربنا عز وجل، اقفلي عليك الباب واقعدي فضفضي مع ربنا عز وجل، وربنا هيلهمك الثواب. لكن ما تحكيش لحد عن مشاكلك. يعني كانت النتيجة ايه؟ النتيجة ان 3 أولاد في بداية الشباب زي الورد راحوا. عيلة الزوج الحما راجل محترم، راجل محترم، يعني رافض. حتى لو لا قدر الله في حاجة، رافض يصدق، يقول لك دي كانت ست محترمة. هو ده الرجل الكريم. إذا أكرمت الكريم ملكته. ناس كريمة يذكروها بالخير. ويرجع وجوزها قال نفس الموضوع، وبعد شوية بيقولوا لك البعض، لأن أنا راجعت معرفتش أوصل للنقطة دي. المفاجأة الجديدة إن النيابة خدت تليفون الأب حرز، بتراجع لقيت فيه مكالمة بين المتهم والأب. المتهم بيقول له فيها مراتك بتخونك، وبيوصف له حاجات في جسمها. طبعا الأب ما صدقش. ايه الحقيقة؟ ما احناش عارفين. لكن هل الزوجة غلطانة؟ غلطانة. وانا مش بتكلم في اعراض، انا بتكلم في سلوك اخلاقي وديني. العرض ده والشرف والكلام ده الطب الشرعي اللي هيبينه. وما يلاقوا الزوجة قادرين يثبتوا بسهولة. والخوف لا تطلع الزوجة عايشة وكانوا بتخلصوا من العيال. ما هو وارد ولا مش وارد؟ وارد تطلع الزوجة عايشة وكانوا بتخلصوا من العيال. ده رأيي بس. وممكن تطلع الرواية اللي قالها المتهم هي الصحيحة. احتمال. اللي يمنع ايه اللي يمنع انها تطلع ان هي الصحيحة؟ ما كل الناس عادة بتظهر. سفاح الجيزة كان بيصلي وبصوم، الولد اللي هو المجرم بتاع الإسماعيلية مؤدب وفي حاله. مش شرط الشكل اللي بنشوفه هو الحقيقة. فالناس عادة بميت وش.
فربنا يظهر الحقيقة ويظهر براءة الأم من الناحية العلاقة، لكن من الناحية الأخلاقية هي مدانة. مش ده يبقى سبب لأي واحدة زعلانة مع جوزها وعندها مشاكل في بيتها تروح ده تحكي لواحد غريب أو تروح تتكلم مع واحد غريب. طب ما هي النتيجة هتبقى كده. انت تعرفيه منين؟ وحتى لو تعرفيه، هو الدين قال كده؟ ربنا يظهر الحقيقة.